الحلبسة أو حمص الشام بتاع العربيات. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، حاجة كده اللهم بارك، حاجة جامدة جدا جدا جدا، كأنك واقفة على الكورنيش ومعاكي كوباية الحلبسة المشطشطة بقى بشوية الكمون والليمون، حاجة كده جامدة جدا. عايزة أقول لكم ضعفوا الكمية علشان هيخلص في ساعتها. حلوة قوي في الجو اللي احنا فيه البرد ده، حاجة كده اللهم بارك جامدة جدا. عايزة بقى تعملي ايه في القدرة بتاعة الفول، الله بيبقى كأنك جايباه من بره. عايزة تعمليه في الحلة برضو هيبقى بنفس الطريقة، وطعمه ان شاء الله هيطلع زي الفل. انا ساعات بعمله في الحلة وساعات بعمله في القدرة، نفس الطعم بيبقى زي ما يعني زي القدرة زي الحلة بالظبط. حاجة كده اللهم بارك جميلة جدا. يلا بينا بقى نعمل شوية الجمال والحمص ده ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة بقى ببتدي بيها الحمص. بجيب الحمص الشام بتاعي الحباية الوسط، لا صغيرة ولا كبيرة، لان كده كده لما بننقعه الحباية بتاعته بتكبر شوية. تمام. غسلت نقيت الاول الحمص بتاعي وغسلته غسلة حلوة جدا. قبل ما اشتغل فيه بغسله، انا ما بغسلوش بعد النقع. تمام. وببتدي اغسله غسلة حلوة، وهجيب بولة بقى بعد ما غسلته احطه فيها. هجيب بولة كده كبيرة واحط الحمص بتاعي كله فيه. انا كنت جايبة كمية صغيرة وللأسف خلصت في ساعتها، فيعني انا بقول لكم بجد الطريقة دي تضاعفوا الكمية. حطيت هنا على الحمص بتاعي قد لتر مية كده. تمام. وهبتدي اغطيه واسيبه وانقعه من بالليل لغاية الصبح. تمام. لازم يتنقع فترة كبيرة علشان ما ياخدش مني سوا، عشان الحباية كمان تكبر وتديني وتغير لونها وتبقى حلو. لاحظوا كده لون الحمصاية قبل ما تتنقع، وهتلاحظوا كمان بعد ما تتنقع. بعد بقى ما خليتها اهو، ده الصبح كده بعد ما نقعت الحمص من بالليل للصبح، بصوا الحباية كبرت، لونها غير بقى مدي على اصفرار شوية كده، مش هتاخد منك سوا خالص، يعني كده يعتبر خدنا نص السوا بتاعها. تمام. هركنه بقى على جنب، ويلا نشوف مقاديرنا النهاردة ايه. عندي هنا 4 طماطميات مقسماهم كده نصاص واربع، بصلاية متوسطة، قرن شطة احمر مش عايزاه بلاش، بس بيدي طعم ونكهة حلو جدا. انا كان عندي في الفريزر ما كانش عندي فريش. عندي معلقة من الفلفل الاسود صغيرة، عندي معلقة من بهارات او توابل الدقة او توابل الكشري بتتباع عند العطار. تمام. عندي معلقة كبيرة من التوم او 4 فصوص كبيرة من التوم. يلا بينا بقى نجيب حاجة كده، عشان ممكن تجيب الخلاط او انا هضربها في الهاند بلندر. تمام. ولو عايزة تعمليها في الخلاط عادي خالص نفس الطريقة كده. نحط الطماطم والبصل والفلفل والدقة او التوابل بتاعت الدقة والفلفل الاسود، وهضربهم. همشي بس شوية بق مية كده هحطه عليهم، وهبتدي اضربها بالهاند بلندر. في الخلاط كذلك هنعمل كل ده. حطينا الثوم والبصل والفلفل والتوابل اهو. تمام. وهديهم بقى حبة مية صغيرين واضربهم ايه ضربة ناعمة جدا. انا عايزاها تبقى ناعمة، مش عايزة يبقى فيها قطع بصل ولا قطع طماطم ولا اي حاجة. بصوا بقى خلطة جامدة جدا، ريحتها لوحده كفاية. عايزة اقول لكم خطيرة جدا. ده بقى سر كمان بتاع العربيات. احنا ما بنحطش ولا توم باودر ولا بصل باودر ولا الحاجات دي، لا كله فريش وطبيعي. تمام. جبت بقى الحاجة اللي هستخدمها على النار، سواء حلة او قدرة. القدرة دي انا بعمل فيها الفول. تمام. هنزل بيها بقى بالحمص بتاعي بعد ما طبعا صفيناه من المية وغسلناه ونقعينه من بالليل للصبح. تمام. عملية ان احنا ننقعه دي حلوة قوي، وبتساعد على التسوية وبتكبر لك الحباية وبتغير لك لونها عن قبل النقع. تمام. لو عملتيه على طول هياخد سوا كتير، الحباية مش هتكبر. هيبقى الافضل ان احنا ننقعه من بالليل، وده ضروري ولازم. هنا حطيت الحمص بتاعي كله، هبتدي بقى انزل عليه بالطماطم اللي انا ضربتها مع البصل والتوابل. تمام. والثوم والفلفل وكل حاجة. هبتدي بقى انزل عليهم نزلة حلوة كده كلهم،
وهاجي بقى كده اكون غالية براد من المية السخنة. تمام، مش هحط مية ساقعة نهائي، انا هنزل عليه ببراد مية مغلية. تمام، ليه هحط مية مغلية مش هحط مية من الحنفية؟ عشان المية المغلية هتساعد برضو على التسوية بسرعة، مش هتخليه يسود مني. تمام، هنزل عليه كده ببراد. بصوا، وهنبتدي بقى اقلبه تقليبة حلوة بعد ما ما حطيت المية. بعد ما نزلت بالمية على طول هديله تقليبة حلوة كده عشان كله يدخل في بعضه، والطماطم كده مع الحمص مع كله. وهبتدي بقى ارفعه على النار. هنا بقى حطيته على البوتاجاز اهو، لسه طبعا حطاه ومغليش ولا اي حاجة. وعلى عين التانية حاطة براد مية مهدية عليه النار كده، عشان وقت ما احتاج مية وازوده مش هزوده من الحنفية، انا هزوده مية على طول سخنة ومغلية. هنا عندي بقى معلقة من البابريكا، وممكن تستغني عنها وتحطي معلقة من صلصة الطماطم، وممكن تحطي الاتنين برضو. انا ما كانش عندي صلصة طماطم، انا كان عندي بابريكا بس، واستخدمت الطماطم الفريش العادية. حطيتها بقى كده وقلبت عليها تقليبة حلوة. وهنبتدي بقى نغطي القدرة بتاعتنا، ويا دوبك يغلي غلواية كده، وهدي عليه النار يستوي براحته. مش هياخد منك وقت كتير خالص، عشان احنا نقعينه ومسوي يعتبر واخدين نص السوا بتاعه. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، كده ابتدى يغلى او يغلي. طبعا ههدي عليه النار بقى وخلاص، واستوى كده يعتبر خلاص. في اخر مرحلة قبل ما هقفل عليه، هبتدي احط معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة. ليه مش ما حطيتش كمون في الاول؟ لان الكمون مع كتر الغليان بيمرر، فانا حطيتها في خلاص هقفل عليه. هحط معلقة كمون ومعلقة كزبرة واملحه بقى الحدقية اللي انت تحبيها. تمام، انا حطيت له كده الملح وظبطته، وهنديله بقى تقليبة حلوة كده. طبعا عايزة كمون تاني تمام، عايزة ليمون تاني تمام، هنحط بعد كده في الكوبايات. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله. هنا خلاص شيلته من على البوتاجاز، ريحته فظيعة بجد، والجو الساقعة اللي احنا فيه ده. لا بصوا الحمصاية بسم الله ما شاء الله، كبيرة ومستوية سوا جامد وحلوة قوي. وهنا بقى بعد ما حطيت الكوبايات بتاعتي، بصوا بقى لونه طعمه خطير. هزينه لهم بقى كده بشوية ليمون كده علشان يحسوا نفسهم ان هم قاعدين على الكورنيش. حطيت بقى شرايح الليمون، وهنرش بقى شوية كمون على شوية شطة. طبعا دي للي حابب، يعني حابب شطة تمام، حابب كمون يعني دي اختياري بقى. تمام، وهنعصر كمان بقى ليمون كده، شوية ليمون كده نعصره. وطبعا برضو كل واحد المذاق بتاعه بقى، عايز كمون زيادة، عايز ليمون زيادة، شطة. أنا عن نفسي بحبه شطة كتير، كمون وليمون كتير، وتحسي كده إن هو حراق جدا. وبكده وصفتي خلصت، يا رب تكون عجبتكم. تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، عايزاكم تجربوه بالطريقة دي، هتعجبكم إن شاء الله. ربنا يديمها علينا النعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.